هنعمل النهارده معاكم فيديو سهل جدا وبسيط. هتقفي في المطبخ اقل من ساعه، هتكوني مخلصه الفطار، هتعملي حلو وحادق. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده معايا كنافه. الكنافه دي كانت متفرزه، هاخد منها حوالي ربع كيلو كده. مجرد ما بتخرجيها من الفريزر وبتفركها بايدك كده بتتفرك معاكي بكل سهوله. ممكن برضو تضربيها بالكبه، او هي سهله طبعا مش محتاجه كبه ولا حاجه. مجرد ما بتفركيها بالشكل ده كده بتتفرك معاكي. شايفين بقت عامله ازاي؟ زي ما قلت لكم انا ما خدتش الكميه كلها، خدت حوالي كده ربع كيلو. خدت 3 معالق كبار من السمنه، سيح السمنه كده على نار هاديه، ما تعليش النار. وبعد كده هنزل بالكنافه هنحمرها. طبعا مجرد ما بتحط الكنافه خلي النار بتاعتك هاديه، لان الكنافه من الحاجات اللي بتتلسع بسرعه، ما بتتحملش ان النار تكون عاليه. فخلي النار بتاعتك هاديه كده وقلبي كده براحتك، يعني مش هتاخد برضو معاكي وقت ان شاء الله. ممكن طبعا تحطها على صينيه وتحطي عليها السمنه وتدخليها تحت الشوايه، بس طبعا ايدك هتكون فيها على طول، كل شويه هتخرجي الصينيه وتقلبيها. بس انا بفضل ان انا اعملها كده على البوتاجاز، بيكون اللون بتاعها موحد، بيكون لون واحد. لكن لما بتتعمل تحت الشوايه ممكن تلون معاكي كل حته لون. خلاص كده ايدي فيها على طول، وهفضل اقلب فيها لحد ما تبدأ تاخد اللون. شايفين هي كده خلاص بدأت تاخد اللون بتاعها. مجرد ما تبدأ تاخد اللون كده هنزل عليها بمعلقتين سكر. السكر ده مطحون، ما تحطيش السكر في الاول عشان الكنافة تفضل معاكي مقرمشة. حتى بعد ما تتعمل حط السكر كده وهي بدأت تاخد اللون بتاعها. خلاص شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ فضيتها كده في بوله، ما سبتهاش في الصينيه اللي انا محمره فيها او في الطاسه عشان ما تتلسعش. وبعد كده معايا 3 كوبايات من الحليب. شايفين الحليب بالقشطه بتاعته؟ كنت بوريكم القشطه. حطيت عليهم حوالي 3 معالق من السكر بما يعادل نص كوبايه من السكر. وحطيت 3 معالق نشا ورشه فانيليا. هقلب كل ده على البارد كده وهرفعه على النار لحد ما تبدا الكريمه بتاعتي تتماسك. مجرد ما تبدأ تتقل، شايفين بدأت تتقل، هروح فاصله النار عليها. بعد كده بقى هجيب الكوبايات اللي انتوا شايفينها ديت، او كاسات او اي حاجه عايزه تستخدمي فيها وتعبي فيها، حتى لو كوبايات عاديه هتعملي فيها. انا جبت الكوبايات زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. هبدأ اخد طبقه من الكنافه تحت وهسويها كده بالمعلقه. وبعد كده هاخد معلقه من الكريمه وبرده هسويها كويس بالمعلقه. وهنزل تاني بطبقه من الكنافه. انا عملتها كانت بصراحه كانت جميله جدا، يعني زي ما بتعمليها في الفرن بتحطي الكنافه وتحطي الكريمه في النص. حسيت ان دي اسهل وفي نفس الوقت كمان طعمها حلو، والكنافه بتفضل مقرمشه معاكي لحد ما اخر كاس عندك الكنافه بتفضل مقرمشه. زي ما قلت لك حطي السكر بعد ما الكنافه تاخد اللون عشان تفضل الكنافه محتفظه بالقرمشه بتاعتها. خلاص سويت الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفين. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ هنعمل كده كمان واحد. هناخد طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة. زي ما عملت اول واحد هعمل ده. ممكن بقى لو انت حابة ان انت بعد ما تخلصي الكنافة تسقيها سيرب خفيف اسقيها سيرب، لكن احنا حاطين على الكنافة سكر والكريمة فيها سكر، فمش محتاج ان احنا نسقيها سيرب خالص. وكمان قلنا عشان تحتفظ بالقرمشة بتاعتها فمش هنحط لها اي حاجة. يعني معلقتين السكر اللي احنا حمرنا بيهم الكنافة، وحوالي نص كوبايه سكر في الكريمه، بس يبقى السكر بتاعها معتدل كده معاكي ومعقول وجميل جدا، مش هتكون مسكره. حابه بقى بعد ما تخلصي القبات بالشكل ده تحطي سيرب على الوش، مفيش اي مشكله، دي حاجه ترجع لك انت لو انت بتحبي الحلويات بتاعتك مسكره. خلاص بدات اخلص كده الكميه. اخر واحد كده هنعمله. شايفين الطريقه بتاعتها سهله وبسيطه، مش هتاخد معاكي وقت خالص في المطبخ، يعني مجرد بس الوقت اللي انت بتحمري فيه الكنافه مش اكتر. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. خلاص كده انا خلصت الكوبايات كلها. بعد كده جبت انصاص من الكريز وحطيتها كده تدي شكل بس على الكنافة مش اكتر. وخلاص كده احنا خلصنا الحلو بتاعنا النهاردة. نشوف هنعمل ايه تاني. بعد كده هنعمل مكرونة بالبشاميل. اول حاجة رحت في طاسة على النار، خدت فيها شوية من الزيت. طاسة طبعا تسخن. هنزل باللحمة. هبدأ بقى ادي للحمه كده صدمه. النار لازم تكون عاليه عشان اللحمه ما تنزلش ميه. بعد كده هبدأ اقلبها لحد ما تغير اللون بتاعها، وهنزل عليها بالبصل. خلاص كده بدأت تغير اللون، هننزل بالبصل.
فرمه البصل كده فرمه في الكبه، بس مش منعمه خالص، يعني مجروش كده بس. هنعصج اللحمه مع البصل كويس. زي ما قلت لك مش هتقفي في المطبخ وقت طويل، وهتعملي حلو وحادق في نفس الوقت. بعد كده هناخد البهارات. خدت معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، ومعلقه صغيره من السبع بهارات، ومعلقه صغيره من البابريكا. ما تكتريش البهارات عشان ما تضيعيش طعم اللحمه. هقلب كده كويس، وبعد كده هنزل عليها بمعلقه صلصه. ونزلت الاول بفلفل متقطع كده قطع صغيره، ونزلت بمعلقه من الصلصه. وخلاص كده العصاق بتاع المكرونه جاهز معانا. اخر حاجه بحطها الملح عشان اللحمه ما تبقاش، لما بتحطي الملح في الاول اللحمه بتبقى عامله كتل معاكي كده، ما بتبقاش فكه كويس. سيب اللحمه لما تفك كويس وبعدين حطي الملح عشان ما تكتلش معاكي وتعمل كتل. هنعمل البشاميل. طبعا انا حاطه في الحله التانية دي ميه للمكرونه. نزلت كده بحوالي 4 معالق من الزيت او من السمنه، الماده الدهنيه اللي انت حباها. بعد كده نزلت عليها ب4 معالق من الدقيق. كل معلقه دقيق بتاخد معلقه سمنه او معلقه زيت. وبعد كده هنزل بكيلو من الحليب، وهبدا اقلب لحد ما البشاميل يبدا يجمد معانا، ونروح فاصلين على النار. خدت رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر، وخدت قطعه كده من الجبنه الموتزاريلا. شايفين ما شاء الله الجبنه واخده قطعه صغيره، لكن المطه بتاعتها عامله ازاي. ما شاء الله كانت جميله جدا. كده خلاص البشاميل اللي بدأ يجمد معانا. مجرد ما يجمد كده افصلي النار. معايا ميه كده بتغلي، خدت فيها شويه من الملح ونزلت بالمكرونه. هسلق المكرونه كويس. خلاص المكرونه غليت كام غلوه كده وبدات تستوي معانا. صفيتها كويس من الميه. بعد كده اخد عليها شويه من البشاميل واقلب في المكرونه. معايا صينيه خدت فيها معلقتين من البشاميل كده في ارضيه الصينيه. هفردهم كده كويس، وبعد كده هنزل بنص كميه المكرونه. لما بتقلبي المكرونه كده في معلقتين من البشاميل بتيجي تقطعها بتكون متماسكه معاكي. سويتهم كده كويس، وبعد كده هنزل باللحمه. خلاص كده هنزل بباقي كميه المكرونه. هاخد بس شويه كده من البشاميل وشويه صغيرين من الجبنه الموتزاريلا. طبعا الجبنه اختياري، لو مش حابه تحطي جبنه ما تحطيش. ونزلت بباقي كميه المكرونه. وبعد كده هنزل بالبشاميل وهدخلها الفرن. الفرن بتاعك طبعا هيكون سخن. حطيها على الرف اللي في النص. هتقعد معاكي نص ساعه على الرف اللي في النص. لو ما خدتش لون من فوق افتحي لها الشوايه، هتاخد معاكي لون بسرعه كده لمده 3 دقائق. فتاخد بس لون من فوق. لكن انا على ما خلصتها وقعدت معايا نص ساعه كانت خدت اللون بتاعها من فوق وكانت طالعه جميله. هتشوفوها معانا دلوقتي. خدت كده البشاميل اللي حطيته، وبعد كده خدت رشه كده من الجبنه الموتزاريلا. وكده هدخلها الفرن. بعد كده هحمر كده سمبوسه. انا عملتها معاكم قبل كده، كنت عاملاها باللحمه وبالجبنه. هحمر كده طبق من السمبوسه جنب المكرونه. مجرد ما بتاخد لون من تحت بنقلبها على طول كده في الزيت. خلاص شايفين كده اللون كده تمام. هنخرجها من الزيت. وبعد كده هحمر بانيه. البانيه ده انا عملته معاكم في الفيديو اللي فات. هسيب لكم الطريقه. بس ما شاء الله كانت الطريقه بتاعته جميله. زي ما قلت لكم ما تكتروش البهارات بتاع البانيه. كنت عاملاه كده وشايلاه عندي في الفريزر، فطلعت منه حمرت كده مع المكرونه. مجرد ما بياخد لون بتقلبي على الجهه التانيه. خلاص شايفين المكرونه بعد ما خرجت من الفرن كان شكلها ما شاء الله عامل ازاي. ودي الكنافه. حمرت البانيه وعملت السمبوسه والمكرونه وسلطه ومخلل وشيبسي. ودي كانت وصفه النهارده. شايفين ما شاء الله. زي ما قلت لك مش هتقف في المطبخ وقت كتير. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، ونشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.